بصوا شايفين يا جماعة بقى اللانشون الجميل ده لانشون بيتي جميل، انت عاملاه بايدك لاولادك. تطمنوا هما بياكلوه من غير لا لحم ولا فراخ. ده لانشون سادة من غير لا لحم ولا فراخ. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض ونشوف عملناه ازاي. السلام عليكم. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على رسول الله ونبدأ وصفتنا. النهاردة هنعمل لانشون بيتي اقتصادي خالص من غير لحمة ولا فراخ. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. نبدأ بسم الله. معانا هنا 6 بيضات، معانا هنا بصلة صغيرة متقطعة و4 فصوص توم، معانا هنا يعني اقل من نص شوية، نص كوباية زيت، اقل من نص شوية. معانا هنا التوابل: فلفل، كمون، كزبرة، ملح، حبهان، مرق الدجاج. معانا هنا معلقتين جبنة عادية خالص، اي نوع جبنة من العلب. انا كنت بعمله الاول بجبنة مثلثات، بس لما جربته بالجبنة العادية بتاع العلب لقيت طعمه احلى بكتير. معانا هنا اللون البينك، هنحط منه نقطتين علشان يدينا لون اللانشون اللي احنا بنشتريه من بره. نضرب بقى. اللون ده، درجة اللون ده حلو قوي، ده هيطلع معاكي لون اللانشون العادي اللي احنا بنشتريه من بره. هنا معانا معلقتين نشا، حطينا معلقتين نشا. نحط 4 معالق دقيق ونضربهم ونشوف بقى هيحتاج دقيق تاني ولا لا. هنا ضربناهم بس لسه قوام العجينة لسه خفيف اهوت، لسه محتاج دقيق تاني. هنحط هما الباقيين دول. قوام العجين قوامه بيبقى زي عجينة الكيكة كده، بس تقيل سنة عن عجينة الكيكة. هنشوف كده هنا، هنشوف قوام اللانشون اتظبط ولا لسه. هنا بصوا قوام العجينة لا لسه خفيفة، لسه عايزة دقيق تاني. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. هنحط لها معلقتين دقيق كمان. بصوا كده يا جماعة، كده قوام اللانشون اتظبط اهو. بصوا ده قوامه، بيبقى سايلة زي عجينة الكيكة بس تقيلة شوية عن عجينة الكيكة اهي. انتوا شايفين ادي ده قوامه اهو بعد ما بيعمل اهو. بصوا بيبقى سايل زي الكيكة، بس بقى ده بيبقى عجينته تقيلة شوية عن الكيكة اهو. بصوا بصوا بقى بنجيب الكيس عادي، كيس المطبخ العادية عادي، بنروح جايبينها من تحت كده ونعمل ربطة في الكيس كده من تحت علشان شكل زر اللانشون ياخد نفس الشكل اللي بنجيبه من بره، ياخد نفس الشكل الاسطواني اللي بنجيبه من بره اهو كده. بنجيب بقى نجيب كوبايه زي دي كده، هنحط الكيس فيها كده اهو من هنا علشان ننزل فيها اللانشون. هنصب بقى اللانشون في الكيس على قد الكيس ما هياخد. لسه طبعا
هنا بقى اهو ملينا الكيس، هنطلع بقى كل الهواء منه، نطلع اي هواء فيه علشان لما نربطه ما يبقاش الكيس فيه هواء ويطلع فيه فراغات من جوه. ونربطه كده. هنجيب بقى هنا معانا الكيس الاسترتش، هنلف بقى بيها اللانشون كده. هنيجي برضو كده خلف خلاف، هنجيبه من هنا كده. بس هنحط بقى ميه مغليه على النار. هنا الميه اهي بتغلي على النار، نحط فيها رشه فلفل، ورق لورا، وهي بتغلي كده هننزل بقى اللانشون. هنا الكميه دي عملنا منها الاتنين دول، وطبعا حجمه بيتضاعف بعد ما بيستوي. هيقعد على النار كده ساعة، وطبعا كل شوية هتقلبيه على الجنب التاني. ومن الافضل يعني لما تفضي اللانشون في الكيس يكون الكيس رفيع، كل ما كان الكيس رفيع كل ما هيستوي معاكي اسرع ومش هياخد وقت على النار. بصوا بقى يا جماعة، اللانشون هنا بعد ما استوى قعد ساعة على النار واستوى، الكمية طلعت معانا الاتنين دول. انا هفتحه معاكم اهوت علشان نشوفه. انا طبعا خلعت الكيس الاسترتش من عليه، وده الكيس اللي هو اللي انا حطيته فيه اصلا اهو. بصوا شايفين، هو المفروض طبعا يفضل للصبح لحد ما يبرد خالص ويهدى وتقطعوا منه الصبح. انا دلوقتي عاملاه بالليل، المفروض الصبح يتعمل، بس انا هعمل له فتحته دلوقتي عشان اوريهولكم. شايفين اهو، بصوا بقى، بصوا شايفين عامل ازاي جميل. شايفين الخرطة، شايفين بصوا، شايفين عامل ازاي تحفة جميل، حاجة نظيفة انت عاملاها في اهو. بصوا، والخرطة بتطلع جميلة بخرطتها. بصوا شايفين جميل، وحاجة جميلة انت عاملاها في بيتك لأولادك، مضمونة. وتقدري كمان وانت بتحطيه تفضيه في الكيس والكيس او لسه ني، تحطي معاه زيتون او تحطي معاه فلفل اسود حصى، زي ما انت عايزة وزي ما تحبي. وان شاء الله هعمل لكم في فيديو تاني لانشون بالفراخ.